يا سلام بقى على ورق العنب وجمال ورق العنب، شايفين الجمال، شايفين العظمة، حاجة كده ما شاء الله الله أكبر. شايفة مفيش ولا رزاية طالعة منه خالص ازاي، وطري بقى كده ما شاء الله، مش بيشد معاكي حاجة، ما شاء الله حلو جدا جدا. جربوا الطريقة والله حلوة جدا جدا. اتفرجوا على الفيديو للنهاية وما تنسوش يا ريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. شايفة الجمال ده ورق عنب بقى كده، طبعا تأكدي جدا ان لازم يكون ورق عنب، لان في ورق في السوق بيبقى مش ورق عنب. هتجيبيه وهتغسليه كويس وتسلقيه طبعا. وبعد كده بقى هنعمل الخلطة الجميلة قوي دي. تمام. ده رز مغسول ومتصفي كويس جدا جدا، اهم حاجة يكون مغسول ومتصفي كويس. تمام. بعد كده بقى هجيب عليه بصل. ده كيلو رز حطيت عليه 3 بصلات كبار، وحطيت البهارات بتاعتي المشكلة، وهحط بقى واحدة مرقة كمان لو انت حابة تحطيها، بتخلي طعمه حلو قوي. وكمان هحط فلفل اسود وملح. وابدأ بقى ايه احط كمان معايا كوباية زيت، يعني كيلو رز بحط معاه كوباية زيت. وابدأ بقى كده اقلب كل الحاجات دي كويس جدا جدا في بعضها كده تقليبة حلوة كده. وادعك بقى الرز مع البصل مع الزيت كده عشان الرزاية بقى بعد كده متعجنش معايا. بعد كده بقى هنزل بعصير الطماطم، طبعا ده انا عصراه في الكبة بدون اي مية خالص. هنزل بقى بالخضرة بتاعتي المشكلة اللي هي الشبت وكزبرة وبقدونس. وبعد كده بقى الفلفل الحار هحطه في الاخر. لو انت حابه تحطيه حطيه، مش حابه استغني ممكن تستغني عن الخطوه دي خالص. عايزه تحطي فلفل بارد تمام. هقلب بقى كده بقى بالمعلقه، وبعد كده بقى ايه هبدا بقى اقلب كويس جدا جدا كل الخلطه دي على بعضها. وابدا بقى احشي الايه الورق معايا كده بطريقه سهله قوي قوي. طبعا كلنا طبعا عارفين ورق العنب من اطعم واحلى المحشي اللي ممكن بتاكليه في حياتك. ولو اي حد بقى عنده مشكله معاه ما بيحبهوش، يبقى هو بقى اللي عنده مشكله. بعد كده بقى دي الاوراق او العيدان بتاعه البقدونس والكزبره. انا قطعتها بقى كده من تحت، وحطيت طماطم برضو وفلفل وبصل. بحط كده من تحت بيخلي الطعم حلو قوي قوي، وكمان مش بيخليه الطبقه اللي تحت او الحشوه اللي تحت الدور يعني اللي تحت في الحله من تحت يتحرق معايا. بعد كده بقى هحط ايه هبدأ بقى احشي كده وارص بقى كويس معايا كده. شايفه اللفه بقى بنطبقها كده ونلفها كويس قوي قوي. المية بقى اللي بتنزل في الرز دي طبعا مش هنرميها خالص خالص، ممكن نضيفها على الشوربة اللي هنسوي بيها ايه المحشي. طبعا ما ترميهاش، ما تصفهاش وترميها، بتبقى طعمها حلو قوي كمان لما تغليها مع الشوربة. بتبقى طعمها حلو جدا جدا وبتخلي طعم المحشي حلو قوي. يعني ممكن كمان تحطي خلطة الرز اللي احنا عملناها دي كلها، خلطة المحشي، تحطيها في مصفى، تحطي تحتيها طبق او تحطي تحتيها حاجة تصفي المية بتاعتها، والمية دي تحطيها على الشوربة اللي هتسوي بيها ايه المحشي، بتخلي طعمه حلو قوي قوي. بس مش بياخد وقت خالص خالص، جربوه ان شاء الله يعجبكم. بس بقى هقطع بقى ليمون كده على وشه، انا بحب طبعا معاه ليمون بيخلي طعمه حلو قوي ومزز كده وحلو. هو اصلا كمان بيبقى مزز، بس بتحط بقى معاه ليمون بيخليه مزز اكتر وطعمه حلو جدا. انا بحب كده اسيب ايه فراغ في الحله، مش بحب املاها كلها علشان يستوي كده كويس جدا جدا. هحط بقى كده ايه طبق علشان الشوربه لما انزلها ما تخليش المحشي اللي على الوش يتفك. هبدأ بقى كده انزل الشوربه بتاعتي، شوربه تقيله وحلوه كده ويكون طعمها حلو. بس وخلاص هشيل بقى الطبق كده، انزل البصل اللي عليه ده واحطه تاني. طبعا انا مش بحط الشوربه لحد فوق، بخلي الرصه اللي فوق معلهاش شوربه. يعني ايه بحط شوربه لحد ايه الرصه اللي قبل اللي فوق دي. بس وبعد كده بقى بحطها على النار الحله كده، واعلي النار بقى وبيبقى بالمنظر القمر الجمال ده كله. شايفه الجمال. بعد كده بقى بوطي النار واحط الشياطه واسيبه وخلاص بس. شايفة بقى بيستوي معاكي جدا 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 ومش بيشد معاكي ابدا. اهم حاجة بس كده تسويه بالطريقة دي وتغطي عليه كويس جدا، ومش كل شوية تفتحي الحلة بتاعتك، لان لو فتحتي عليه بيشد معاكي بعد كده ومش بيستوي. شايفة مفيش ولا رزاية طلعت من المحشي بتاعي. شايفة الجمال. ممكن تقدمي بقى مع اي حاجة تاكليه لوحده، هو مش محتاجة حاجة اصلا تاني. شايفة الجمال. حلو جدا جدا، جربوه ان شاء الله يعجبكم. يا ريت بقى لو اول مره بتتفرجوا عليا يا ريت تدعموني باللايك وتشتركوا في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.